بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. بيانا لما قاله أخي محمد الشيخ بشأن التدخين أو التبخ، يعني الحكم الفقهي يأتي تتويجا للبحث الدقيق والنظر العميق في هذه الآفة المدمرة. دعوني أتحدث معكم سادتي الأفاضل في بعض المسائل بلغة المنطق. إذا كان الأذى يعني واضحا جدا أكدته الدراسات العلمية شرقا غربا شمالا جنوبا سلفا خلفا، أكدت هذه الدراسات الموضوعية المضار الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى للتدخين. التدخين مضر للصحة، والصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلى المرضى. لو كان هناك مصانع تبيع الصحة نقول معليش، واحد يدمرها بالتدخين ثم يروح يشتري الرئة، يكون يعني مصنع نتاع بيس ديتاشي، يعني يشتري قطع غيار، يقول الرئة نتاعي راهي مريضة فيها تلف جزئي أو كلي فيشتري، ولكن لا أحد يبيع ولا أحد يشتري. إذن هذا من جهة مدمرة لصحة المدخن ولصحة المتواجد معه، ربما كما أكد العلماء بطريقة بشكل أكبر، يعني الذي يحضر مع المدخن يتضرر أكثر من المدخن نفسه. إذن الصحة، والصحة هذه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رقم واحد، ربنا يقول في القرآن الكريم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. منذ يومين فقط الجميع استقبل رسائل الأسماس، وأن كنت لست ممن يقرأ هذه الرسائل الكثيرة، لكن ظهر بشكل واضح في الجهاز النقال، يعني فيها تحذير واضح بأن هذا التدخين يسبب السرطان، يكون سببا في كثير من الأمراض المدمرة لصحة الإنسان، منها السرطان، هذا الداء المدمر لصحتنا جميعا، نسأل الله العفو والعافية. ربنا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وربنا يقول في آية أخرى لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أروي لكم سادتي الأفاضل حكاية تعود إلى سنة 1989 في مسابقة داخل مسجد للصغار. نعم. وصلنا إلى سؤال نواقض الوضوء. طفل صغير عنده 5 سنوات كيف أجاب؟ ذكر نواقض الوضوء وأضاف ناقض آخر، قال لك شرب الدخان. وقلت له يا ابني التدخين ليس من نواقض الوضوء. كيف أجاب؟ بفطرته. لا أنسى هذا الجواب إلى نهاية العمر. قال أبي مات بسبب التدخين. قالوا له الرئة نتاع باباك فسدت وتلفت ومات. وقال لك ولات كي الغربال. والطفل صغير 5 سنوات استوعب كثير الثقوب يعني. نعم، استوعب سبب وفاة والديه. فقلت له الجواب صحيح، إن التدخين ليس من نواقض الوضوء، ولكن هو من نواقض الحياة. إذن يكفي أن نذكر قوله تعالى لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم. من جهة أخرى إذا عدنا إلى مقاصد الشريعة نجد ما يسمى بالكليات الخمس. من هذه الكليات الحفاظ أو المحافظة على النفس، وقد أمرنا وقد دلت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة على ضرورة المحافظة على النفس. فإذا كان التدخين مدمر للنفس فالحكم واضح، حكم هذا التدخين. ثم أنه من الكليات الخمس المحافظة على المال، فالتدخين والسجائر وهي أنواع كثيرة أيضا تضيع المال، مفسدة للعلاقات وكذلك للبيئة التي أمرنا بأن
نحافظ على نظافتها وعلى سلامتها. إذا التدخين مضر بالملائكة، يؤذي الملائكة، يؤذي الناس، يؤذي الإنسان، يؤذي الجميع، جميع الأفراد الأسرة إلى آخره. يكفي هذا. ثم أنه من ناحية كما يقول التحضر، نعم. يعني والله في هذه الصبيحة ليس ببعيد دخلت دكانا وجدت فيه واحد غريب، يعني تقول كأنه في. فسألت صاحب قلت له ماذا يعني أنتم راكم تشربوا الدخان وش هذا المحنة هذه؟ قال والله غير دخلوا 3 من الناس اللي يدخل لي. قال قلت لهم هذا حانوت يبيع المواد الغذائية. قال أنت تبيع ولست مفتيا ولست واعظا ولا. طبعا احنا للأسف يعني همة. نعم. احنا عندنا بالقبيلة حاجة اسمها همة، 2 حروف. همة هذه معنى ملخص مركز لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ما أسهل الأمر بالمعروف وما أصعب النهي عن المنكر. أي واحد الآن تقول له مباشرة يهاجم، يقول لك أنت مفتي أنت كما قال الشيخ محمد الآن. يا سيدي ما تضروش على الشريعة حرام وحلال ولا يبحث عن الدليل، والأدلة موجودة كثيرة جدا، ولكن يكفي أن يعني بيني وبينك وين نصنفوا هذا إخي ربي سبحانه أحل الطيبات وحرم الخبائث. وين نصنفوا التدخين مع بنت عمه هذيك الشمة، يعني حتى ثاني مع بنت عمه واللي يديرها ويرميها في السقف واللي يرميها في الحافلات واللي يرميها، هذه معروفة يعني. ويرميها في الأرض ويرميها وين كان في المستشفى، وين يروح يدير ثقافة غريبة يعني. والذي يأمر زوجته بتنظيف المكان منها. نعم. اللي يكون متزوج يأمر زوجته بأن نعم تنظف المكان بسبب ما ترك. نعم. لا حول ولا قوة. وتتأذى كذلك عند الناس. نعم. مرات تديرها كده تصيبها تحت هذيك في الحافلات في الفراش في أماكن كثيرة. نعم. طاولات الدراسة وغير طاولة كبرى. هذه حضارة هذه. نعم هذه حضارة. لذلك نقول لهؤلاء هذه ليس من طيبات. يكفي أن نقول أين نصنف التدخين؟ السجاير. أين نصنف التبغ؟ هل نصنف التبغ في الطيبات؟ دائرة الطيبات. دائرة الطيبات أم دائرة الخبائث؟ جاب ربي الجواب واضح. ثم كما قال أحد الحكماء، قال لك واحد كي يروح يأكل الشيخ محمد يأكل أي حاجة، خبز يقول بسم الله، كي يشرب الماء يقول بسم الله، وكي يدير دخان ما يقول بسم الله. ما يقدرش يقول بسم الله يدير تدخين. واضحة. ولا يدير الشمة يقول بسم الله. يا أخي ما يقولش بسم الله محمد صالح. لا أبدا. هو يعرف باللي ما يقدرش يقولها. إذن يا سيدي نقول وإذا تذكرها تركها. إذا كان تسمح لي نقول كلمة أخرى، اللي يقول كان عندي 20 سنة وندخن، تسمعنا الشيخ محمد يقول الآن هاو تخلى التدخين منذ شحال 30 سنة. إيه تقريبا. نعم. وبعدين ورالو في الكشف قال له أنت كنت تتناول. نعم. التدخين معناه الضرر لا يزال قائما، هذيك البصمة المضرة في جسم الإنسان ما زالها قائمة. الناس اللي يقول لك أنا عندي 20 25 سنة، نقول لهؤلاء تحتاج حاجة صغيرة برك. نعم. كما قال ربي وإذا عزمت فتوكل على الله. ونحن على مقربة من الشهر الكريم. وفرصة بارك نعم. الله فيك، فرصة جليلة. نعم. جميلة لا تضيع. واحد إذا كان عود روحه ما يشربش الدخان في هذا الشهر إن شاء الله، أسأل الله لكم يا المدخنين باش تخلوا عن هذا التدخين وعن الشمة وتتهنوا ونتهنوا معكم جميعا، ومبروك عليكم سلفا. وتحفظ